اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. النهارده هنعمل معاكم المحشي كرنب وفرخه مشويه في الفرن. يلا قبل ما ندخل في الفيديو اعملوا لايك واشتراك عشان يوصلكم مني كل جديد. يلا نشوف الطريقه. حبايبي النهارده انا هعمل معاكم محشي كرنب. انا جبت كرنبه قلت مش هقطعها غير قدامكم واوريها لكم صبحه وجميله، لسه جايباها من الزرعه. انا جايباها عليها فستان كبير جدا. انا هقطع ده كله كده، انا مش هرميه، انا هعمله برضو. هقطعه كده نطلع الكرنبه كده من وسطه. طلعتها انقصتها اهي هنلم كل الاخضر ده. اقطعها كده، انا مش هفكها كلها. اهي هنسلقها على كده، بس انا هستنى لما اوضب كل الورق اللي معايا. قبل ما اوضب هنشيل ده كده نرميه وهنفضي الدنيا. هنجيب الورق اللي انا شيلته من عليها ده، نقطع الورق ده كده نوضب الكرنبه كده كمان هنرميه عشان كبير قوي. ونوضب الورق كده، ممكن نعمله كمان كده اهي. احنا خلصنا توضيب الكرنبه اهي، انا وضبتها قطعت العناوي اللي فيها الكبيره دي. هنسلقها بقى. احنا سخنا ميه اهي عشان نسلق فيها الكرنبه، وحطيت فيها ملح. هنحط الكرنبه كده، انا اول ما احطها هحطها على وشها على الناحيه اللي انا مقطعه منها عشان ايه وهوريها لكم برضه. انا قلبت الكرنبه اهي، انا بمسكها بايدي عشان انا حطيت الوش ده الناحيه دي والوش ده بعدين. انا بطلعها اهي ورقه ورقه، بتتحط في الميه بتطلع بسهوله، مش بتبقى فيها اي صعوبه. انا هفردها كده عشان مش يسوي الورق بعضه بيتهري اهي. قدامكم اهو حبايبي كل حاجه اهي. وانت ما تجيش على الورق قوي، بصي تعملي صبعك فيه كده، لو عدى بس تستني عليه لما يعدي بسهوله اهي. تمسكيه كده تلاقيه كويس قبل ما يستوي منك قوي ويتهري، تطلعيه على طول. انا هرص الورق على بعضه كده كل 3 مع بعض واقطعها كده. العنو دي احنا مش عايزينها اهي. هنرص في الطبق كده. هنبدأ نرص تاني. ثلاث ورقات تانيين. لازم الورق بتاعك يبقى قد بعضه
حط الكبير على الكبير والصغير على الصغير. اهو حبيبتي انا وريتك بدل المره 2 عشان ايه ما اطولش عليكم. هكمل كل الكميه وارجع لكم. انا خلصت كل الكميه اهي بتاعه الكرنب. عملت الورق الاخضر برضو عشان احنا بنحبه ومش بنرمي اي حاجه. وعملت الابيض اهو. شايفين بعد ما خلصت كل الكميه هنشيلها على جنب كده وهنقطع الخضره. شيلتها على جنب كده. الخضره دي انا قبل ما اغسلها قبل ما اخرطها كده غسلتها وحطيتها في مصفى بلاستيك اتصفت مش بقى فيها اي حاجه عشان انا مش عايزه ابلها ميه بعد ما تتقطع. هنا انا لفيت البصله بس لفه بسيطه كده في الزيت. هنحط عليها عصير الطماطم. انا مصفياه. انا متعود ان انا بقى اصفي كل حاجه، اي طماطم في الخضار في اي حاجه حتى بتاعه المحشي بصفيها. احنا هنعمل معاكم خلطه المحشي اهون. انا غسلت الرز وصفيته في مصفى بلاستيك اهو، مفيش ولا نقطه ميه اهون. لازم تعملي الرز كده. انا مش هشوحه عشان كده عملت فيه كده اهون عشان ما يبقاش فيه ميه. معايا هنا معلقه توم انا فرمتها في شطه وملح اهي. نص معلقه فلفل اسمر وشويه شطه كده والسبع بهارات معلقه. انا هقلب ده كله في بعضه كده قبل اي حاجه. احنا قبل ما نحط عليه الصلصه والخضره كمان الريحه بتاعته جميله جدا. هنحط الخضره هي انا مقطعاها برضو غسلها وناشفه مفيهاش اي ميه. لو في قدامك اي ميه في الرز ممكن تشوحيها عشان تعمل الرز عامله عندي زي ما يكون ما اتغسلش بس انا غسلاه هو ابيض وجميل قدامك اهو عشان صفيته في مصفى بلاستيك او اي مصفى عندك ممكن تحطي فيه وتصفيه. هنحط الصلصه هي انا مش هحطها كلها عشان لو حاجه فضت معايا تبعينها اعمل بها اي حاجه تاني. انا هزود كمان شويه ولسه في برضه معايا صلصه لو عايزه اعمل بها اي حاجه. انا ممكن احطها على وش المحشي من فوق بعد ما اخلصه.
هقعده كمان شوية، ولسه في برضو معايا. خير ربنا كتير والحمد لله. على فكرة هي لونها جميل جدا. اهي دلوقتي قبل ما يبدأ الحشي انا هعمل معاكم فرخة هتبلها، عشان احنا صايمين بمناسبة شهر رجب، اول يوم في رجب. كل سنة وانتم طيبين، وتعود عليكم الايام بخير يا رب بسعادة. انا معايا هنا توم هنحطه في الخلاط كده على طول، وبصلايه وطماطميتين، البهارات اهي، الاسود وربع معلقه شطه وكاري. هنفرمهم بقى في الخلاط. انا عندي فرخه اهي قطعتها على 6 قطع، هنحط عليها التتبيله اهي، علشان اولا صحيه ومش بتكلفك اي حاجه زيت ولا اي حاجه. انت لو هتحمريها وهتكبي الزيت بتاعها ترميه بدك نص ازازه، فانا بوفر في الزيت وبحطها في الفرن بتستوي وبتبقى صحيه وخفيفه، وكمان باخد منها شوربه اعمل بها اللي انا عايزاه. يلا هنسيبها بقى نركنها على جنب ونعمل المحشي. انا قطعت في الحله هون طماطم وبصل وبطاطسايه علشان فعل الحله بيديها طعم. انا هحط عليها رشه ملح، رشه ملح وشطه انا هوريكم شويه في الاول كده. اهو انا هكمل معاكم بقى عشان مش هطول عليكم، وارجع لكم تاني. خلصنا المحشي اهو لفيناه، شكله عامل ازاي جميل. لسه هنحط بقى عليه الشوربه، دي الشوربه اللي احنا شلناها من الفرخه اهي. الشوربه بتاعتنا هنا هنحطها على المحشي. احنا هنصفيها بالمصفى ده، عشان انا مش عايزه فيها اي حاجه من الشوربه. انا كنت فارمه فيها بصل وطماطم وتوم، ده كله بيبقى في الطعم بتاع الشوربه. هي لك كده ان الشوربه كتيره على الرز، بس هي يا دوبها اهي. لازم تهزي حله المحشي كده عشان توصل معاكي الشوربه تحت المحشي. هتعوز كمان حبه. انا مش هزود اكتر من كده، من كده جميل. هنحطه بقى على النار واوريهولكم.
المحشي هون بعد ما طلع معانا استوى هو، شايفين عامل ازاي. احنا هنغرفه بقى في الطبق. اصل هو لسه سخن اوي. حطينا عليه الفراخ اهي، الفرخه اللي احنا عملناها. جربوه هيعجبكم اوي، وشكله جميل وطعمه اجمل. يلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.